السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بأنوار النبي. امبارح ما شاء الله عليكم الكل تفاعل مع الستوري للحساب اللي نزلته، و90% عرف انه هذا الحساب لمرتي. مرتي عاملة حساب جديد، مشروع جديد هيك متواضع، بتصمم فيه جزدين او شناتي من الكريستال. بتعملهم هو بتصمم وبتخيطهم وبتعملهم بهذا الشكل او بهذا الشكل. في اشكال كثير، ادخلوا على الحساب رح احط لكم اياه هون وتفرجوا. بس انا قلت لها شغله لمرتي، قلت لها مرتي ترى انا الجمهور عندي مو تبع شراء، مو تبع دفع فلوس، يعني اشتري هيك انت كمان مغلي اسعارك، يعني ادخلوا شوفوا الحساب مو غالي اسعارها، غالي اسعارها. فاقصى شيء ممكن يقول لك انت من وين، شو جنسيتك، كيف عرفتي براء، كم عمرك، كم طولك، شو جواز سفرك، وهكذا الحكي هذا. فممكن اقصى شيء حدا يطلب منك هذا ويقول لك بدنا توصيل مجاني، فهذا ممكن يعلقوه بالسياره يحطوا فيه 50 فلس 10 قروش وبس. اذا حابين تدعموها هون بالحساب ادعموها وتابعوها. وانا بالنسبه لي غايب كل هالغيبه، لانه حتى فنجان قهوه ما عم بنزله بسبب الاوضاع اللي انتم شايفينها في غزه ولبنان والسودان. عسى الله ان يفرج عنهم. يعني عن جد الواحد ما عم بيقدر يفرجي الناس انه هو عايش حياته طبيعي، ما انه هو عايش حياته طبيعي نوعا ما، ولكن من جوا زعلان ومو قادر يعمل شيء. فنسالكم الدعاء لهم، الله يفرج همهم، وان شاء الله هيك يا رب ترجع دولهم احسن من قبل يا رب.